تعالوا نشوف الرميس اللي جانا من رواندا دي. رميس يعني خروف، احنا عندنا في الصعيد نقولوا عليه رميس لما يكون صغير زي كده. اخونا معي يقول انت جايب الخروف ب 400 دولار، انا ال 400 اجيب بها بقرة في رواندي. بص يا صاحبي، يعني انت عايز تقنعني انه رواندي ارخص من امريكي؟ طب انا جبت ساعتها نص الخروف ب 200 دولار، كان 168 باوند، لو حولناه بالكيلو يطلع 76 كيلو. اقسم 200 دولار على 76 كيلو يديك كام؟ يديك دولارين و60 سنت الكيلو. وقع علي من الخروف دولارين و60 سنت، ركز معي في الحسبة دي. تمام. انتوا عندكم الكيلو بيوقع على 5 دولار 4 دولار في رواندي. معدل دخل الفرد كام؟ دي النقطة الأهم اللي تحسبها صح. معدل دخل الفرد في رواندي يتراوح في الشهر ما بين 75 دولار إلى 80 دولار. تمام. وفي مدينة كيغالي اللي هي العاصمة دي قال لك ممكن يوصل فيها الدخل ل 150 120، يعني في السنة 1000 دولار، وفي ناس ممكن 2000. تعال على أمريكا دي، معدل دخل الفرد هنا في أمريكا الراجل المتوسط اللي ما يشتغل 8 ساعات في اليوم، يعني 40 ساعة في الأسبوع، ما يعمل كام؟ 3000 دولار، يعني في السنة حسبة 35 40 ألف دولار في السنة. من عندك أنت في رواندي ما يعمل 1000 دولار في السنة. تمام. هي كده تتحسب، لكن ما تقوليش انا 400 دولار اجيب بيها بقره. طب ما انت ما تجيب كام 400 دولار؟ معدل دخل الفرد في رواندي 80 ل 90 دولار، ويوم ما يتمعظم 150 اللي هم في المدينه في كيغالي. فما تقوليش رواندا ارخص، رواندا من الدول الناميه يا صاحبي، هتقارنها بامريكي؟ يلا تحياتي ليك.